تدري ما صدر فاطمة ما المسمار، لست تدري. هذا أحد أولاد الزهرة السيد الهندي يقولوا في ليلة من ليالي في أيام الغدير يقولوا في الرؤيا رأى الإمام الحجة وهو حزين كئيب، يقول له سيدي يا ابن رسول الله هذه ليلة فرح، ليلة تنصيب أمير المؤمنين. يقول له أتراني لا وعلاها اتخذت بعد بيت الأحزان بيت السرور، لست تدري ما صدر فاطمة المسمار، ما بال ضلعها المكسور، ما حمرة العين يا فرج الله، ما حمرة العين، ما بال قرطها المنثور. عاد يسمح لي المرجع يسمح لي الشيخ الميرزا جواد التبريزي على هالكلمات اللي حتى الإمام الحجة ما يتحمل يسمعها. أنا يوم من الأيام دخلت على الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته في يوم ميلاد السيدة زينب وأبارك له بهذا اليوم العظيم، يقول لي يا شيخ ما هذا اليوم بيوم عيد بعد العراق؟ أقول له سيدي هذه العراق ومآسي العراق هالشكل تسوي في قلبك، ما أدري يا شيخ لمن تسمع بما جرى على الزهراء إيش رايح يصير حالك يا شيخ؟ دخلوا الدار وهي حسرة بمرأة، دخلوا الدار وهي حسرة بمرأة من علي ذاك الأبي الغيوري، واستداروا بغيا على أسد الله. ما أدري تتحمل يعني تسمع هالكلمات؟ أمير المؤمنين طالع باب خيبر يؤخذ من داره والحبل في عنقه وهو ينادي وحمزة ولا حمزة لي اليوم وجعفر ولا جعفر لي اليوم. فخرجت بضعة المصطفى وهي تنادي أحرج عليكم لا تدخلوا بيتي بغير استئذان، وإذا باللعين ينادي فاطم ما لابن عمك أوردك الجواب وجلس من وراء الباب، قولي لعلي يخرج وإلا أضرمتها عليكم نارا. يقولوا لإن في البيت فاطمة، قال وإن؟ إن في البيت الزهراء، إن في البيت الحسن، إن في البيت الحسين، إن في البيت القرآن. قال وإن علي بالحصار، وضعوا الحصار حول بيت أمير المؤمنين. يقول اللعين فأمسكت بالباب وهي تنادي لا تدخلوا بيتي بغير استئذان،
فاستل صوته صار يؤلمها على يديها. انفتح الباب لاذت وراء الباب لكي تستتر. أحس بها اللعين أسند ظهره للجدار ورجليه في الباب وصار يعصرها. اسمع اللعين شي يقول هالشكل يقول سمعت لها أنينا يقطع القلوب. كنت أن ألين وأنفلت لكن تذكرت سحر محمد وعلي وولوغه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره. فصرت أعصرها حتى سمعتها تتمخر وهي تنادي يا رسول الله أبا لبئس ما خلفك ابن أبي فلان. وخرت بين الباب والجدار وهي تنادي في الله إليك خذيني. فورب البيت أسقطوا جنيني. وإذا بسليم يسأل سلمان هل دخلوا على الزهراء بغير استئذان؟ سلمان منا أهل البيت يسأل سلمان هذا بيت فاطمة، هذا البيت اللي حتى أملاك السماء ما تدخل إلا باستئذان. أسمع اليوم يقولوا دخلوا على الزهراء بغير استئذان. قال له سليم أزيدك تتحمل يعني؟ قال له شنو اللي صار؟ قال وما عليها خمار. قال سليم قلت يا سلمان. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يتوا استئذانوا؟ فقلت إيه وعزة الجبار دخلوا وما على الزهراء من خمارهم لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. إن شاء الله احترموا الزهراء فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا. فأسقطت بنت النبي وحزنا ذاك الجليل المسمى محسنا. ومع كل هالمصائب وإذا بالزهراء أفاقت فضة أين علي؟ قالت سيدتي أخذوه. وضعت خمارها على رأسها وخرجت والدماء تسيل من صدرها. أسألكم يا سادة أبناء الزهراء يا علماء، أسألكم ليش الدم يسيل من صدر الزهراء؟ ليش يسيل الدم من صدر الزهراء؟ تدري ليش؟ لأن المسمار نبت في صدر الزهراء. وبنت محمدا هاليوم لازم توصل أصواتنا إلى المدينة. اليوم نوصل إلى قبر النبي ونناديه يا رسول الله عظم الله لك الأجر، مولاي فرج الله أحسن الله لك العزاء. فخرجت وهي تنادي خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني
وإذا باللعين أرسل قنفذ. تدري من هو قنفذ؟ رجل فظ لعين، رجع إلى الزهراء وبيده الصوت فصار يضربها. وبنت محمدا وسيدتاه ومصيبتاه، هم هو يقول استقبلتني بوجه أعشى بصري نور. يقول لها هل احترمت ذاك النور؟ يقول لا، رفعت يميني فلطمتها لطما احمر خدها انتثر قرطها، نادت يا رسول الله، يا حبيب الله. يقول سلمان كنا في المسجد وإذا بنداء الزهراء خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. يقول وإذا بحيطان المسجد تزلزلت من الأسس، وإذا أمير المؤمنين التفت إلى سلمان قائلا يا سلمان قل لفاطمة إلا باكي معد رحمة لا تكوني عليهم نقمة. جاء سلمان إلى الزهراء يا ابنة النبي يا بنت محمد إلا باكي بعث رحمة لا تكوني عليهم نقمة. اسمع هالمظلومة شو تقول؟ عام كسروا ضلعي صبا، عام ألموني على عيني صبار، عام نبت المسمار في صدري صبار، عام يريدون قتل علي ما علي صبر يا سلمان. أيها بنت محمدا، هاليوم نوجه خطابنا إلى الإمام الحجة. يا راعي الثار فات الثار تنشر رايتك وظهر، تدري والخبر عندك بصير الماء بشتكسر. تدري أخبرك سيدي وأنت العليم، تدري من أوجر باب الزهرة جدتك بالنار. هاي قلوبنا لسه بذيك النار تتوجر، من نار القلوب نهيج غيرك ما لنا جاره، ندري بيك من تنثار صدر امك ومسماره، تهيج وتطلب الرخصة تريد بالتظهار. وبنت محمدا اليوم بعد اليوم طالبين مني قراءة شيخ الفقهاء الشيخ الأصفهاني. اسمع شو يقول عن الزهراء. يقول إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون، أيهجم القوم على بيت الغداء ومهبط الوحي ومنتهى الندى، أيضرب النار بباب بيتها. كما يعرفوا هذه الزهراء أيضرب النار بباب دارها، وآية النور على منارها، ما اكتسبوا من نار غير العاري، ومن ورائها عذاب النار. بعد يا شيخ شو اللي سووه؟ وجاوزوا حتى بلاطم الخد، وجاوزوا الحد
عدنا بلا أطم الخدين، شلت يدا الإلحاد والتعدي، كأني بها على قبر رسول الله تنادي، وقد أخذت قبضة من تراب القبر الشريف، وصارت تتنفس الصعداء ولسان الحال ماذا على من شم تربة أحمد، ألا يشم مدى الزمان غواليا، أبا يا رسول الله صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صيحتي وندائي. ايش عندك فاطمة تقول لأبي قد كنت لي جبلا ألوذ بظله، واليوم تسلمني إلى أعدائي، يا تقول له بس ما غاب شخصك يا ولينا، يا ولينا علقت رواية الشر علينا. بعد سيدتي تقول ابويا اجانا الصهاكي وشياطين حطبهم وياهم شايلين، قلت ليش عندك جايلين وكل يوم قلبي مروعين، خويا آمر على شيوخ المدينة شو يسوي زهراء يقودون الليث العرينة، والله يقودون الليث العرينة، مويا آمر على عبد ضربني ومن ضربته للقاع ذبني، ولا واحد من أصحابك حشمني، ويلي بنت من أم من حليلة من. بانوی خانه از خانه می رود، بانوی خانه از خانه می رود، امشب کبوترم از لانه می پرد، از لانه می پرد. من دل شکسته ام تنها و خسته ام، از پا نشسته ام. من دل شکسته ام تنها و خسته ام، از پا نشسته ام. زهرا مرا زهرا مرا زهرا. نمیخوای با امیرالمومنین هم ناله بشی؟ همه زهرا مرا زهرا
زهرا جان زینب من هنوز 4 سالشه. زهرا جان حسینم هنوز به مادر احتیاج داره. من همه اینا رو دارم مقدمه میگم که آماده بشید. حضرت آیت الله تبریزی هر سال پا برهنه میان، جیگر ما رو آتیش میزنن، میخوان به یاد روزی مردم رو بندازن که آقامون امیرالمؤمنین رو پا برهنه تو کوچه ها بردن. طور خدا امروز کسی نباشه که پا برهنه نباشه. اگر عرض ندارید کفشاتون رو در بیارید، جوراباتون رو در بیارید، بذار مردم بفهمن آقای ما رو پا برهنه تو کوچه ها کشیدن. بذارید فاطمیه تو تمام ایران رنگ و بو بگیره. بذارید مردم بدونن که امروز روز عاشورای بیبی حضرت زهراست. بذاریم که همه مردم بفهمن آقای ما رو ریسمان زدنشون، انداختن تو کوچه ها کشیدنش. گفت ای کاش به باب خانه مسمار نبود، ای کاش به باب خانه مسمار نبود، ای کاش مغیر با عمر یار نبود، ای کاش نبود میخ بر تخته در، یا فاطمه بین در و دیوار نبود. امروز میخواییم خاطرات مدینه رو، خیلی ها نمیدونن فاطمیه چه خبره، علما روحانیت، امروز روزیه که هم به سینه بزنید به یاد اون سینه شکسته، به یاد اون سینه ای که راوی میگه خون ازش جاری شد، به یاد اون غریبی امیرالمؤمنین که میرفت درد دلشو به چاه میگفت، گفت الا ای چاه یارم را گرفتن، الا ای چاه یارم را گرفتن، گلم عشقم بهارم را گرفتن، میان کوچه ها با تازیانه همه دار و ندارم را گرفتن. حضرت آیت الله تبریزی آماده میشن، همه به سینه میزنیم با این ذکر، به ای زن بن قتلت، به کدام این گناه کشته شدی مادر جان. حرف امام زمان، حرف بچه های فاطمه است. به سینه میزنیم و حرکت میکنیم. به ای زن بن قتلت، به ای زن بن قتلت، به ای زن بن قتلت، به ای زن بن قتلت. اب نداره آیه که بریم که به حرام بره از ظهر میشه یه 5 متر فاصله داره مشکل نداری، فقط یکم تندتر عقب
هولند آقایون خواهش کردم هولند آقای تمام همون برای خلوتش کنی چون نمیزید رو برید جلو آقا برو کمی آقای خلوت نه بابا جان زهرا هول آقای عزیز پای مردم له خواهشی که میکنیم هول ند اشکال نداره آقایون خواهشن هول ند پای آقایون له آقا بیا جلو آقا شما چرا بیا زدن آقا کنار یکم آقا چرا میاد جلو آقا یه تو دلش آقا کجا واسه برو غير من قاعد غير بيا خب نمیذارم بگی محمد دیگه الان بگی یا محمد سلام آقا برو جلو دیگه دستان تو بابا یا زهرا یا زهرا بیا زهرا برو هول بده سریعی هول علی بگی دستم بده من دست نزد کسی بذار وایس یه نزد کسی کن باز کن نرید جلو علی آقا جلو باز کن مرد باز کن جلو باز کن آقا باز کن بیاد عقب آقا شما بیاد عقب آقا اینو بیاد عقب شما بیاد عقب آقای اسماعیلی بیاد عقب برو جلو آقا این برن عقب بسرا باز بشه آقا بیاد عقب آقا بسرا Pois nossa. آقا برو عقب با فاصله برو با فاصله برو باز کن با فاصله برو خب با فاصله برو با فاصله پرچم
آقا این مرداره یه ذره خالیه یا آقا برو برو با سرعت برو یکم آقا عقب خب برید یکم عقب‌تر فاصله رو رعایت آقا عقب‌تر فیلم برداره عقب‌تر یکم سریع‌تر من جلو رو باز یکم با فاصله یکم با فاصله بیشتری تو خودش در تو پشت تو عقب همین در اون میگه از زیر ساعت میریم از این که میریم تو اصلا نمیریم از کدوم بریم حرف شما بگید برو از در ساعت آقا میگه باز کن برو باز کن برو
آقا بیاد بگیری برو ورتا حاجی آقا یه دقیقه اینجا شلوغه برو آقا برو سریع باز کن ماشین اینجا ماشین جلو ماشین بالا برو کنار بازش کن خیلی خوب عقب‌تر هادی عقب یکم با سرعت برید واسه ها همینجوری آروم نه یواش همینجوری بیام جلو آقایون تو رو خدا فشار ندید خواهش میکنیم تمنا میکنیم فشار ندید عزتون با زهرا عزتون با آقا زهرا تمنا میکنیم فشار ندید نه جلو آقا بیا بیرون آقا برید خواهش میکنم بیا آقا سید
آقا بفرمایید اون بر هوا نیست بفرمایید خدا اگه میشه لحظه ساکت آروم السلام علیک یا فاطمة الزهرا بیبی جانم بیبی جانم یا فاطمه یا معصومه روز شهادت مادرتون فاطمه هر جا نشستی ناله بزن یا زهرا یا زهرا یا زهرا کشتن زهرا ای نابود شده ها مثل سگ شیری یواش برو یواش برو و خاتم انبیا محمد سلام